فضيته خلاص. دي ميه من الحنفيه، ده اللون اللي احنا حاطينه المايكا، مفيهوش اي صابون او اي حاجه. هنجرب الرغوه مع بعض. انا مش حاطه اهو، هنجرب الرغوه في الحبه اللي هم بصوا في الجناب بس، يعني مش هنحطه. بس ما شاء الله. بالك بقى لو انا حطيت حبه بقى كانت الرغوه هتبقى قد ايه، من غير سفنجه ولا سبونشه ولا اي حاجه خالص اهو. وريحتها حلوه جدا. انتوا عارفين طبعا صابون الجليسرين بيبقى ريحته حلوه قوي. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دي صابونه الجليسرين بس انا عاملاها في البيت، معموله بطريقه مختلفه خالص عن المكونات اللي احنا نعرفوها. تمام. فدي صابون الجليسرين اهي اهي، هي دي شكلها. رب تكون واضحه في التصوير اهي. انا هنا بشره واحده قد دي كده بالظبط، وهبشر دي كمان. هنعمله بيها ايه، شامبو او شاور، الاتنين هيبقوا تحفه للشعر ومكونات جميله، وهتفيدك جدا يعني لو لبشره جسمك او لشعرك. حلو قوي. طبعا اللون ده مطرح التخزين بس لا يعني جه حاجه جنبها فعلمت فيها، لكن هو مش عفونه يعني، لا والله. هي زي ما انتم شايفين، لو في عفونه كان زمانها بقت ظاهره في الصابونه كلها، لكن هي بصوا ما شاء الله جميله. هنا بقى ابشرها برضو هي كمان وهنكمل مع بعض. كده انا بشرت الصابونه التانية اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اول حاجه كلنا عارفين ان احنا اول حاجه عايزين نعملها ان احنا هندوب الصابون ده بميه سخنه، ميه سخنه بتغلي، مش ميه سخنه عاديه اللي هي دافيه، لا ميه سخنه بتغلي. طبعا احنا هنحط الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزه كميه ميه كتير، هقول لكم ليه. فطبعا انا ايه بحط، يعني انا لو احتجت تاني ما ابقى ايه احط ميه سخنه تاني، لكن انا كده كده مش محتاجه ميه سخنه كتير. وريحتها جميله. انتوا عارفين طبعا الصابونه دي بتبقى ريحتها حلوه قوي. انتوا عارفين طبعا السكر بيعلي الرغوه ومرطب للايد بديل الجليسرين. تمام. وبيعمل شفافيه للصابون. فانا حطيته في المرحله دي عشان يدوب معانا كويس، ما يبقاش فيه اي حبيبات فيه. انا هدوبه كويس قوي برضو معاكم اهو، ونشوفوا النتيجه النهائيه بتاعته ايه. بصي لو ما دابش معاكي زي حالاتي كده، لا هو المشكله عندي بصراحه، انا ما قلبتوش وسبته وكنت بعمل حاجات فما دابش كويس. فانت تعملي ايه، هتاخديه على النار كده، على نار هاديه خالص خالص خالص، وتقلبيه لحد ما يدوب تماما معاكي. تمام. يعني او لو انت اساسا يعني فاضيه حتى وعايزه تدوبيه على النار كده، خديه على النار كده على نار هاديه ودوبيه، هيبقى معاكي هي حلوه قوي. تمام. ده في منتهى السهوله. بصوا ما خدش وقت خالص. دلوقتي احنا معانا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ميه الورد. ميه الورد انتوا عارفين فوائدها عاليه قد ايه للبشره وللشعر. هناخده نص كوبايه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهي نص كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كويس. لسه طبعا بقيه الاضافات ما حطيناهاش، بس احنا بنمشي مع بعض حاجه حاجه كده عشان يبقى ايه بالترتيب. وكل ما تضيفي حاجه كل ما تقلبيها كويس، عشان انتوا عارفين ان المنظفات بتعتمد على ايه، على التقليب. كده انا قلبته حلو قوي اهو، دوبته كله او قلبته كله مع بعض كويس. هنا معانا بقى نص كوبايه شامبو او شاور، اي حاجه متوفره عندك. تمام. يعني احنا مش هنتقيد بحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وان شاء الله تلاقي نتيجه نهائيه حلوه قوي قوي يعني بصراحه. انتوا عارفين طبعا الصابون الجليسرين عامل ازاي في الاستخدامات، وايه فايدته كامله للبشره وللشعر وللجسم. بس انا قلبته كويس اهو زي ما انتم شايفين. هنا بقى شويه ميه عليهم ربع كوبايه، ربع معلقه ملح، ربع معلقه صغيره اللي هي بتاعت الشاي. طبعا مش هننزل فيها كلها، احنا هننزل حاجه حاجه كده لحد ما ايه نشوف القوام المطلوب. تمام.
كله مع التقليب المستمر عشان يدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. بصوا بيتقل ازاي، هيبقى لازق بعد كده. طبعا لو احتاجة تحطي ولسه فيه برضو ايه سنة، تفضلي تحطي واحدة واحدة كده وتقلبي لحد ما تشوفي القوام المطلوب. اهو بصوا تقل ازاي، ثواني كده بصوا بقى لازق ازاي. مش عارفة الكاميرا بتغيم شوية وترجع عادي تاني، مش عارفة. المهم انا هنا دلوقتي معايا كيسين شامبو، اي نوع شامبو عندك. بصراحة انا مش عارفة الكيس بكام، انا بقالي ما جبتش من ده، كان عندي يعني دول. فاي نوع كيسين بقى جيبيهم، هو تقريبا الواحد بجيني تقريبا او الاتنين بجيني، مش عارفة يعني بصراحة، فمش هتفرق. احنا كده بنزود قيمته. تمام. انتي طبعا عايزاه للقشر تجيبي شامبو للقشر، عايزاه للتنعيم، اي مكون انتي عايزاه تجيبيه. اخر حاجة معانا اللون، بسم الله الرحمن الرحيم. اي لون بقى انتي تفضليه، انا عندي الموف اهو. بص التصديفة بقى اللي حصلت في الشامبو بتاعنا او الشاور بتاعنا اهو ما شاء الله. انا كده كمان هسيبه لكم لما يهدى خالص بدون رغوة، هخليه يركنه كده حبة ساعة ولا 2 وارجع اوريهولكوا تاني بعد ما الرغوة بتاعته تروح خالص ويبقى يشف خالص ويبقى شفاف يعني قصدي، ويورينا اللزوجة بتاعته على الطبيعة. ما شاء الله حاجة جميلة جدا. شفتوا التليفون عمال كل شوية يغيم ويرجع يغيم ويرجع. بصوا انا كان لونه موف غامق اصلا، ولقيته كتل خالص بقى تقيل قوي قوي فوق الوصف، رحت واخداه على الخلاط وضرباه. بصوا بقى عامل ازاي، بقى سلس عن ما كان محطوط الاول. وزودته ميه، طبعا انا استخدمت منه شويه عشان اجرب الرغوه بتاعته، لقيته ما شاء الله حلو قوي. طبعا احنا كده محتاجين نحط له لون، فانا هحط له لون. خلاص انا دوبت اللون في شويه ماء صغيرين جدا، فانا ايه هحطهم كلهم لان هم مش ياما. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه برضو محتاج لون. ممكن احط من غير يعني احط اللون واقلبه بمضرب احسن عشان مضطرش ان انا اعمله بره. ثواني كده. ده اللون المايكا، الوان المايكا اللي احنا ايه بنستخدمها. هقلب كده احسن عشان خاطر ايه يبقى اللون واضح قدامي على طول بدل ما كل شويه اقلب في ميه. دي بقى عيب الصابونه اللي احنا بنشتروها من بره، لكن لما تعملي انتي صابون بلدي وتحطي بقى اضافاتك، اذا كان هتعمليه للبشره، اذا كان هتعمليه لغسيل الملابس او غسيل الاطباق او كده، بتحطي له اضافاتك، بيبقى فيه ميزه عن الصابون ده. بصوا بيتكتل كده، بس هو عشان احنا حاطينه في ازازه بامب من اللي هي بتاعت استخدام الصابون، فاحسن الصراحه، بيبقى استخدامه افضل غير لما تكوني حاطاه في ازازه من اللي هي ايه العادي دي. ممكن اكمل لون عادي عشان خاطر يبان معايا. احنا بنحط الالوان دي بس لمجرد التصوير الزينه، او هي متوفره عندنا عشان احنا طبعا بنعمل صابون على طول بقالنا فتره طويله. فكنا بصراحه كنت شاريه الخامات دي من زمان قوي، فاهمين؟ فاللون بيكفي معاكي فتره طويله. يعني انا كنت جايبه تقريبا من زمان قوي ب5 جنيه. ما شاء الله اللون زي ما هو عندي لسه. هو بصوا هو الرغوه بقى مش عارفه، هو بيبقى تقيل كده، انا مش عارفه مش شايفه لون. يعني انا لما بعمل كده بحس ان في لون من تحت لكن من فوق لا. احاول برضه احط لون تاني. بس كده هو كده بدأ يلون، فهو وصلنا لدرجه الموف كويس، مش محتاجه احط الوان تاني. فهو ايه، انا حبيت بس اقول لكم المعلومه دي. لما تيجي تعملي الصابون اللي هو من بره، عايزه تعمليه شاور او تعمليه هاند ووش، اضربيه في الخلاط عشان يديكي القوام ده. لكن لو ما اتضربش في الخلاط بيبقى اتقل من كده بكتير بمراحل يعني. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله.